بمقطع اليوم رح نحكي عن أغرب وأرعب المقاطع اللي انتشرت على الإنترنت، واليوم جبت لكم مقاطع مختلفة عن أي مقطع حكيت عنه من قبل. منشان هيك جهز شي لتاكله وتابع المقطع للنهاية. المقطع الأول غريب ورح يخلي براسك كتير أسئلة. بيبدأ المقطع بتصوير من كاميرا حرارية من طائرة هليكوبتر، وبيوضح بالتصوير إنه في شخص عم يركض ويهرب من شيء، ولما ببين معنا شو هذا الشيء ببين أشخاص شكلهم مثل البشر، ولكن الواضح إنه هني مانن بشر أبدا. والشخص اللي كان عم يهرب بيطالع سلاح وبصير بيقوس عليهم، ولكن بدون أي فائدة، وكأنه الأشخاص اللي عم يلحقوه ما بيأثر فيهم الطلق، وبيضلوا عم يركضوا وراه لحد ما يقدروا يمسكوه. وأول ما بيتمكنوا منه هذا اللي بيعملوه. Стреляют, товарищ командир, стреляют! Двое его преследуют. Подлетают, 70 градусов на юг. Еще один. Их уже 4, которые его преследуют. Их уже 5, товарищ командир, 5. Справа. Впереди вышли здание. 5, товарищ командир, 5. Стреляют, товарищ командир, стреляют! Мы его поймали! Их уже 5, товарищ командир, вышел из здания. Стреляют, товарищ командир, стреляют! Это трудно поймали! Господи, боже мой! Оставайся на нем! Держи его! Господи, мне это что не нравится. Улетаем отсюда. الموضوع مخيف، وحرفيا رح تصير تسأل حالك شو دول المخلوقات اللي كانوا عم يلحقوه، وشو هي القوة اللي عندهم اللي قدروا انهم يقطعوا هذا الشخص بهي الطريقة بسهولة بدون اي أداة. الموضوع مخيف عن جد، ورح يخلينا نتساءل انه شو هدول الكائنات اللي كانوا عم يلحقوه، وهو ليش اصلا بالارض. والاشخاص اللي كانوا بالطيارة اللي واضح من حكيهم انهم عساكر روسيين، ليش ما حاولوا انهم يساعدوه؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. المقطع الثاني غريب أكتر من الأول، وكمان رح يخلي براسك كتير من الأسئلة. بيظهر بالمقطع شخص واضح إنه صياد سمك بيرمي الشبكة تبعيته على المي، وبعد فترة بينزل لحتى يجيب هاي الشبكة، وفعلا بينزل لقلب المي وبيبلش يصارع مخلوق حرفيا ما رح تقدر تعرف شو هو، وبيبلش هذا المخلوق يسحبه له جوا المي، والشاب هذا بصير بيحاول إنه يطلع بأي طريقة. المقطع غريب جدا، شو هذا المخلوق اللي كان عم يحاول يسحب الصياد لجوا المي؟ ومستحيل تقول انه هذا تمساح او قرش او اي كان، لانه ما في مخلوق بحري بيسحب بني ادم بهي الطريقة. وحرفيا الطريقة اللي كان عم ينسحب فيها وكأنه انسان اللي عم يسحبه. واكيد كلكم لاحظتوا انه كيف اول ما قرب الضوء عليه بلش هذا المخلوق يرجع، واول ما رجع هو بلش يطلع لبرا. حرفيا يا جماعة المقطع مرعب، وانا متأكد 100% انه هذا الصياد حرم انه يصيد مرة تانية، لا بالليل ولا حتى بالنهار. اكتبوا لي انتو رأيكم بالتعليقات، شو بتتوقعوا هذا الشيء اللي كان عم يسحبه؟ المقطع الثالث بيظهر في امرأة قاعدة قدام الطاولة تبعيتها وعم يتم تصويرها من كاميرا مراقبة، وكاميرا المراقبة هاي راصدة حتى الدرج اللي على اليمين، واللي واضح انه هذا الدرج خشب، يعني لو حدا نزل من هذا الدرج او طلع رح يطلع صوت الخشب. المهم انه هاي الحرمة وهي قاعدة فجأة بصير بيطلع صوت وكأنه في شخص عم ينزل من الدرج الخشب، والواضح انه عم ينزل بطريقة ما يسمع حدا، عم ينزل شوي شوي، ولكن صوت الخشب كان مسموع. والحرمة استغربت من الموضوع وقامت لتشوف شو اللي عم يصير وهي خايفة، وبتقرب لعند الدرج، وفجأة الصوت اللي واضح انه كان عم ينزل او حتى عم يطلع ممكن بصير سريع، وكأنه بلش ينزل بسرعة. واللي بتعمله هاي الحرمة انه بتاخد كلبة وبتهرب من البيت.
في كتير عالم شككوا بهذا المقطع وقالوا إنه هذا المقطع عبارة عن تمثيل ومستحيل يكون حقيقي، والسبب هو جدا تافه أنا شفته صراحة، واللي هو إنه ردة فعلها للمرأة. وصراحة أنا شفت ردة فعلها كانت طبيعية نوعا ما. العالم كانوا عم يحكوا إنه ما في شخص بصير معه هيك شيء وبيتوجه لعند الدرج، وهذا السبب اللي خلى العالم تشكك بالمقطع. وطلعت صاحبة البيت هاي وحكت عن هذا الشيء وقالت إنه ردة فعلها كانت بهي الطريقة بسبب إنه كان في كتير شغلات غريبة عم تصير بالبيت قبل هالشغلة. يعني شغلة الدرج هاي ما أول شغلة بتصير معها، في كتير شغلات غريبة صارت من قبل. وقالت إنه يمكن ردة فعلها صارت هيك بسبب الأشياء اللي كانت عم تصير من قبل. اكتبوا لي انتم بالتعليقات لو صار معكم شيء داخل البيت تبعكم، هل رح تهربوا من البيت او انكم رح تضلوا؟ ولو هربتوا هل رح ترجعوا مرة تانية ولا رح تاخدوا بيت تاني؟ المقطع الرابع وكأنه رسالة مشفرة. بيبدأ المقطع بشوية تشويشات وأصوات غريبة، وبتنتقل اللقطة لشخص قاعد قدام الكاميرا وما معروف شو هو، هل هو بنت أو شاب لأنه في شي على راسه. وبتبلش تصير شوية تشويشات وبتنتقل اللقطة لبنت ماسكة الكاميرا وعم تفتل، وبترد بترجع اللقطة على الشخص الأول وبصير تتردد كلمة مام. وحرفيا المقطع وكأنه عم يحاول يوصل رسالة، ولكن الرسالة اللي عم يحاول يوصلها منا مفهومة أبدا. في ناس صار يقولوا انه هذا الفيديو هو جزء من مشروع فني مهجور، وفي ناس قالوا انه هذا التسجيل حقيقي لشيء حادثة نفسية مرعبة. في حتى نظريات بتقول انه البنت هي الناجية الوحيدة من التجربة الفاشلة، والتجربة هاي بتخص التحكم بالعقل، وانه الشخصية اللي كانت طالعة بالفيديو اللي ما عرفنا شو هي بتكون هي اما للبنت اللي كانت ماسكة الكاميرا وعم تفتل، ولكن ما بشكلها الحقيقي، انما نسخة مشوهة منها بعد ما فقدت عقلها. وبين كل هالنظريات بضل المقطع غامض وبيخلي الواحد يحس انه في شيء غلط، شيء ما مريح. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. وبس يا جماعة، هون بنكون وصلنا لنهاية المقطع. إذا عجبكم لا تنسوا انكم تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس منشان يوصلكم كل شيء جديد.